انا من الناس اللي بقالي اكتر من 5 سنين ما بشيلش اي هم مناسبات ولا احتفالات ولا حتى زيارات، لان بابسط الامور بخش اعمل الجاتو او التورتايه وبقلل امكانياتي. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه هنحضر الصاجه بتاعتنا، وهنا هستخدم صاجه مقاس 30 في 40 عشان يطلعوا معايا 12 قطعه جاتو. هديهم رشه من الزيت او السمن او الزبده، وهنزل بورق الزبده هنا، وده بيتباع في اي مكتبه او رول كده على طول. المهم نحط ورق زبده مش رشه دقيق عشان الكيك يطلع معانا بطريقه سهله جدا. للكيك هنا هستخدم دقيق سبونج، وده الدقيق المخصص للجاتو وللتورت. هو ده الدقيق اللي بيستخدموه معظم المحلات الحلواني، وبيطلع الكيك معانا هش جدا. هنزل عليهم ب6 بيضات حجم متوسط، لو البيض حجمه كبير بزياده تقدروا تستخدموا 5 بيضات بس. ننزل كمان بنص كوبايه من الميه، وحطيت معلقه صغيره من الفانيليا. وهنا المهم والاساسي محسن الجل اللي هو بيبقى شبه الفازلين، هنزل بمعلقتين صغيرين. لو مش موجود محسن الجل ده مش هينفع ان احنا نستخدم دقيق الاسبونج، لان هو دي الماده الرافعه اللي بتخلي الكيك معانا سفنجي. انا هنا ما بستخدمش اي مواد دهنيه زي زيوت او سمن ولا حتى لبن، كل الحاجات دي موجوده في دقيق الاسبونج. بنضرب فيه 10 دقايق لغايه لما تلاقوا تضاعف حجمه ولونه فتح زي كده. مهم جدا يكون لونه مفتح. طبعا باي سكينه او السكريبر لو عندكم او مسطره توزعوا القوام الدقيق قوام العجينه، علشان ديت ما بتتوزعش لوحدها. ومهم جدا تساوي العجينه على الصينيه كلها علشان تكون متساويه، لان لو حته عاليه وحته هابطه هتلاقوا الكيك مرتفع وهابط معانا. بنحطه لمده ساعه في الفرن على درجه الفرن عاليه جدا، وبعد كده بنطفي عليه الفرن ونسيبه شويه وبنختبره بخدة السنين. بس هي مدته ساعه، ما بتاخدش اقل من كده. بغطيه علشان ما ينشفش مني. مهم جدا يبرد خالص. سيبوه بقى على بال ما نحضر الكريمه. الكريمه هنا كوبايتين من الكريمه الخام، وحطيت كوبايه من اللبن المثلج و3 معالق من السكر البودر، لان طبعا الكريمه بتاعتي ما فيهاش سكر. هضرب فيهم لمده 5 دقايق، بمجرد ما قوامه يتضاعف زي ما انتم شايفين، والقوام ده اللي انا عايزاه. حطيت معلقتين من جناش الشوكولاته، وانا هعمله معاكم دلوقتي عشان انا عايزه كريمه شوكولاته. كده الكريمه معايا جاهزه. الجناش عباره عن 200 جرام من الشوكولاته سواء دارك او حليب. هنزل هنا في الكازارولا ربع كوبايه من اللبن، ومعلقتين من الزيت، ومعلقه من الكريم شانتيه سواء بودر او من الكريمه اللي احنا ضربناها. انا سخنتهم الاول على النار، بس طبعا ما صورتهاش. وبعد ما سخنوا رحت حطيت الشوكولاته بتاعتي وبقلبهم كده بتسيح على طول. كده الجناش خلص وسيبته هو كمان على جنب. هنرجع للكيكه وهي خلاص بردت خالص تماما، حتى ما ينفعش تكون دافيه معانا علشان ما تشربش الكريمه وهتلاقيها اختفت. بعد ما شلت الورق الزبده انا بقيس كده 15 سنتي، عشان هي طبعا